هي فضلت الطلقه ماشيه عند مايكل كده لحد ما الدكتور بيقول ان هي التاني والتاني جوه. يعني الطلقه لحد دلوقتي متحفظ عليها في السوليوشن هناك المحلول ده، ان الطلقه جوزها معوج. جوزها معوج. يعني هل ان هي مشيت كل المسافه دي وحاجه الجسم جوه عوجتها؟ حاجه مش فاهمينها. الدكاتره كان بيقول لي ان كان باقي جزء بتوصل لعند العمود الفقري وحاجه تانيتها قبل ما توصل للعمود الفقري. يعني محدش فاهمها، يعني محدش فاهمها ايه اللي تبع لما توصل للحته دي. محدش السؤال اللي بسأله لهم باستمرار: يا مايكل كنت بتضحك على ايه؟ ما ردش عليا. يوسف كنت بتضحك على ايه؟ ما ردش عليا. عدم ردهم عليا كذا مرة عرفت ان كان في حاجة هم مش عايزين يقولوها او مخصوصين يقولوها او مش عايزين يقولوها، لكن برضو جه الوقت اللي عرفتها فيهم. يعني كانوا متألمين جدا جدا اثناء، وكانوا مكشرين جدا 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 اثناء لحظة ضربهم ونقلهم في عربية الاسعاف والكلام ده كله. ف متألمين وكانوا بينادوا ربنا، بينادوا على طول العذراء والأنبا بشوي. فهم كانوا نايمين على النقالة بتاع عربية الإسعاف كده، وبعدين شافوا وهم بيطلبوا العذراء والأنبا بشوي، شافوا العذراء في النص ورا الدكتور، وعلى اليمين الأنبا بشوي، وعلى الشمال الأنبا شنودة. الأنبا شنودة الصحي، العذراء والأنبا بشوي والأنبا شنودة. هم كانوا بيطلبوا العذراء والأنبا بشوي، ومايكل عشان من صهاج كان بيطلب الأنبا شنودة رئيس الصحي معاه. فتعذبوا جدا، نزلوا مبسوطين. ويوسف قال لي: أنا كنت بضحك عشان المنظر اللي شفته ده، وحسيت ربنا عزاني. فالمنظر ده وفرحتي دي حسيت إن أنا مش قادر، حاسس بأي تعب خالص في جسمي.